صناديق عزاء وحفلات تأبين تتصدر المشهد في برلين بعد مقتل 21 مصريا على الأراضي الليبية على يد تنظيم داعش الإرهابي. الإحساس بالألم يعتصر قلوب المصريين، فخرجوا في مسيرة تجوب شوارع برلين يتقدمها أساقفة الكنائس القبطية ببرلين للتعبير عن الغضب الشعبي للمصريين والمطالبة بتكاتف المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب. على ألمانيا أن تتنبه، إذا لم تتعامل مع هذا الخطر بكل حزم فهي في يوم من الأيام ستتعرض لنفس اللي احنا بنتعرض إليه. علشان كده لازم تحط إيديها في إيدين الرئيس السيسي وتحط إيديها في إيدين الناس المعتدلين. لازم ألمانيا تبطل بيع الأسلحة في المنطقة بتاعتنا. ده جرح لكل المصريين مش بس الأقباط في مصر. احنا بنطالب كل الحكومات في كل العالم انها تتحرك ضد المدعوة الدولة الإسلامية. ربنا وضع الرئيس السيسي علشان ياخد حقنا، واحنا بنشكره كتير وبنقول له انت رئيسنا واحنا معاك. مؤتمر صحفي أقيم بالكنيسة القبطية ببرلين دعي إليه الإعلام الألماني والعربي لمطالبة الحكومة الألمانية والعالم بالتصدي لوحشية الإرهاب. Wann immer man kann, soll man mit Menschen sprechen, soll man mit ihnen verhandeln, aber der Islamische Staat ist dazu nicht bereit. Von daher fallen diese Gespräche von vornherein aus. Also eine Lösung am Verhandlungstisch ist völlig aussichtslos. فيما أقامت السفارة المصرية ببرلين حفل تأبين على أرواح القتلى المصريين الذين ذبحوا على يد تنظيم داعش الإرهابي بليبيا. أن مع الإرهاب لابد من مواجهة دولية حاسمة. أنا بشكر أيضا الحكومة والشعب الألماني على مشاعر التضامن الرائعة، رسائل السيدة المستشارة للسيد الرئيس، اتصالات السيد الوزير شتاينماير مع السيد وزير الخارجية، ما تلقيت أنا من تعازي كافة المسؤولين الألمان. الكل مدرك أن الإرهاب خطر يتهدد الجميع وأن علينا مواجهته بحسبه. برلين تتشح بالسواد، مسيرة ضخمة تندد بالإرهاب الذي أودى بحياة 21 مصريا على الأراضي الليبية بيد داعش. فكان قدرنا مواجهة الإرهاب أينما كان وحينما تراق الدماء المصرية. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين. برلين تتشح بالسواد، مسيرة ضخمة تندد بالإرهاب بعد مقتل 21 مصريا بيد داعش على الأراضي الليبية. فقدرنا هو مواجهة الإرهاب أينما كان وحينما يتعرض لإراقة دماء المصريين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. إيمان البكري، النيل للأخبار.